عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناه مطبخ مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا شي وصفه ديال الاكل، يعني ماشي وصفه ديال الطبخ. غادي نوريكم كيفاش غادي تنظفوا يعني حاجات كانت عندكم. هذه واحد العصاره ديال القهوه كانت قديمه، يعني ما استعملتش، وريتها لكم يعني باش تشوفوا النموذج. هذه جبرتها قديمه يعني محطوطه في الدار. غادي ناخذوا اي حاجه كنا غادي ننظفوها. ناخذوا واحد، هذا يمكن عرفتوا شنو هو، هذا الصابون المبلي. كناخذوا هذا الصابون المبلي وكنحاولوا نطليو هذيك الحاجه اللي غادي نحكوها ولا غادي ننظفوها، وغادي نخليوها واحد المده يعني نمشيو نقضيو شغلاتنا ولا نخرجوا نتسوقوا ولا شي حاجه بحال هكذا، ونرجعوا نحكوها بهذه. ما جبت لكم شي، هذه الحلفه الرقيقه او كل واحد شنو كيسميها، او الليفه، او كل حسب المناطق حسب الدول يعني العربيه. هنايا انا غادي ناخذ هذا سميتو هذا الصابون، وغادي نطلي هذا اناء او اي حاجه كانت عندنا، وغادي نخليها واحد المده كما قلت لكم، ومن بعد نرجع نحكها. يعني ما كنبذلوش مجهود تماما، يعني غير شويه هكذا كترجع لنا يعني كتلمع. غادي تشوفوا الفرق. شوفوا هذه كيفاش عامله، دي قديمه يعني ديال حماتي، كانت ما كتستعملش في الدار، يعني غير محطوطه. وريتها لكم يعني باش تشوفوا يعني شحال ما كان الاناء يعني كيكون شويه مكرفص بهذه العباره هذه. غادي يرجع ان شاء الله في حال الى جديد. وكما تلاحظوا هذه هي النتيجه. شوفوا كيفاش كيرجعوا يلمعوا لنا المواعن ديالنا او القشع ديالنا. شفتوا هذه كيفاش كانت، يعني بمجهود يعني بسيط رجعت بحال هذا الشكل هذا. يعني هذه قديمه بزاف. شفتوا كيفاش كانت وكيفاش رجعت، يعني بمجهود بسيط. يعني يمكن لكم تخليوها مده اطول، انا ما خليتهاش يعني مده طويله. وبغيت نوريكم النتيجه في وقت وجيز. كما كتلاحظوا هنايا هذه هي النتيجه ديالنا. يعني شحال ما كان يعني كتخليوها، هذا خليته يعني واحد المده يعني اكثر من هذه. شوف كيفاش كيجيو، يعني بمجهود بسيط. وحتى اليدين ديالكم او الكفوف ديالكم يعني ما كيبقاوش فيهم ديك الكحوله فاش كنحكوا القشوع هنايا، وكيبقاو اليدين رطبين. ما كتبقاش هذوك في الدفرين، ما كيبقاش نهائيا. فاش كنعملوا صابون حجره كيبقى لنا يعني هذوك في اليد ديالنا، كيبقى لنا حرش، وهذوك الكحوليه ديال الحلفه او الليفه كتبقى لنا في اليد ديالنا بهذا الشكل هذا. يعني شفتوا كيفاش الفرق كيفاش كانت وكيفاش رجعت يعني بوقت واجز. يعني ما خليتهاش واحد 10 ديال الدقائق، انا ممكن نخليوها ساعه، ساعه ونص اكثر، حتى كيلبس عليها ديك الصابون مزيان. عاد يحكوها وكترجع يعني المواعن ديالكم كيرجعوا كيشعلوا. هذه كذلك يعني حتى هي وضعت لها نفس العمليه كما كتلاحظوا. هادو يعني اواني قدامين بزاف، يعني عندهم واحد 40 سنه تقريبا او اكثر، الله اعلم. يعني مده طويله كانوا عند حماتي. كما شفتوا معايا هكذا كننظفوا المواعن ديالنا في وقت واجز يعني وبدون مجهود. كنتمنى يعني تجربوا هذه الطريقه هذه وتنجحوا. يعني كتخلي المواعن كيلمعوا بزاف صراحه. يعني انا هنايا ما استعملتش يعني وقت بزاف، كانت غادي تعطينا نتيجه افضل من هذه بكثير. انا بغيت باش نصور الفيديو ونوري لكم يعني النتيجه فقط. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس كي يصلكم ان شاء الله كل جديد ومفيد. الى اللقاء، مع السلامه.